انت متأكد انك كل مرة بتساعد فيها انت فعلا بتساعد؟ كان في قائد اسمه علي، اي حد يحتاج حاجة علي موجود، مشكلة علي عنده حل، غموض علي يقدر يوضح، ومع الوقت بقى البطل والمنقذ. بس بعد فترة بدأ يلاحظ ان فريقه مش بيكبر، كل قرار لازم يرجعوا له فيه، كل مشكلة مستنيين منه يحلها. وفي الاول افتكر ان المشكلة فيهم، ليه مش بياخدوا مبادرة؟ ليه مش واثقين في نفسهم؟ لحد ما سأل نفسه سؤال غير كل حاجة: هو انا فعلا بساعد ولا ببني اعتماد عليا؟ لان في فرق كبير بين انك تكون حاضر في الصعوبة وبين انك تشيل الصعوبة كلها. في فرق كبير بين انك تحل المشكلة وانك تساعد الشخص ان هو يعرف يحلها بنفسه. من هنا علي قرر انه مش هيقوم بدور المنقذ، وبدل ما يدي اجابات بقى بيسأل: انت شايف ايه؟ ايه اللي جربته؟ ايه الاختيارات اللي عندك؟ اتعلمت ايه؟ ايه اللي ممكن تغيره المرة الجاية؟ ومع الوقت الناس بدأت تكبر وتجرب وتثق في نفسها، لان التمكين الحقيقي مش ان الناس تحتاجك اكتر، التمكين الحقيقي انك تساعدهم يبقوا اقوى. اسأل نفسك النهاردة: انت بتدعم اكتر ولا بتنقذ اكتر؟